الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الانتخابات الرئاسية 2024. للتحضير لعملية الفرز والعد يتم القيام بالإجراءات التالية: إخلاء المكتب من الناخبين والسماح للملاحظين وممثلي المترشحين بمتابعة العملية، تحويل مكتب الاقتراع إلى مكتب فرز وتجميع الطاولات وتشكيل مساحة كافية لإنجاز مختلف مراحل عملية الفرز، وضع الصندوق على الطاولة المخصصة للفرز، وضع المعدات والمواد اللازمة لإجراء عملية الفرز. يتولى رئيس أو أعضاء مكتب الاقتراع تعمير الجزء العلوي من محضر الفرز، وذلك بالاستعانة بالمعطيات المدونة بمحضر الاقتراع. يتلو رئيس مكتب الاقتراع على مسمع من الحاضرين أرقام أقفال الصندوق، ويطلب من ممثلي المترشحين التحقق من مطابقة أرقام أقفال الصندوق مع أرقام الأقفال المدونة في محضر عملية الاقتراع. تنطلق عملية الفرز بفتح صناديق الاقتراع، إفراغ كافة أوراق التصويت الموجودة به بشكل ظاهر أمام الحضور على طاولة الفرز، عرض الصندوق فارغا على الحاضرين، تنظيم أوراق التصويت وهي مقلوبة على شكل رزم ذات 50 ورقة، ووضع كل ورقة تصويت غير مختومة من الخلف في رزمة منفصلة. يتم تصنيف أوراق التصويت إلى بيضاء ملغاة وصحيحة دون الكشف عن الأصوات المسندة بالأوراق الصحيحة، ثم يتم تعمير الجزء المخصص للأوراق البيضاء والملغاة بأوراق الكشف. وفي الختام يتم تدوين الأصوات التي يتحصل عليها كل مترشح بأوراق الكشف، واحتساب المجموع وإمضاء أوراق الكشف من قبل أعضاء مكتب الاقتراع وممثلي المترشحين. وفي مرحلة ثانية ويتم بعد ذلك إجراء المطابقات، ويتم عند ختم عملية الفرز تعمير بقية البيانات المطلوبة بمحضر الفرز، ثم يتلو رئيس المكتب أو من يكلفه بذلك محضر عملية الفرز على الحضور، ويمضي الحاضرون من أعضاء مكتب الاقتراع وممثلي المترشحين في الجزء المخصص بمحضر الفرز. يوضع بكيس الأمن الصغير النظير الأبيض من محضر الفرز ومحضر الاقتراع، مذكرات التحفظات، ورقة الإحصائيات، دفتر مكتب الاقتراع، أوراق الكشف الكبيرة والصغيرة. أما بقية المواد الانتخابية فتوضع في الكيس الأبيض الكبير الذي يوضع بدوره في صندوق الاقتراع، ويتم تعليق النسخة الوردية من محضر الفرز أمام مكتب الاقتراع، وذلك قبل تسليم المواد الانتخابية إلى رئيس مركز الاقتراع. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الانتخابات الرئاسية 2024.